السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الميزان، هتكلم معاكم عن أخطر التحذيرات اللي ناخد بالنا منها آخر 10 أيام رغم الحظوظ فانتقال الشمس إلى برجكم ويسعدكم ويزيل من عليكم أمور كثيرة جدا، لكن الكثيرين لا يريدوا أن يروا أن يشوفوك أو يروا فيكم الابتسامة، يروا فيكم السعادة، والمرحلة بأمر الله هتبقى فيها سعادة. اللي مش بيحبوا يشوفوكوا وانتوا فرحانين هقول لكم ازاي تبقوا فرحانين وتكيدوهم كمان. هتكلم معاكم عن أهم الأمور اللي نحذر منها، لكن تنويه بسيط. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة ولسه داخل على القناه جديد، دي قناتي الجديده يا جماعه، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا، اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره عن طريق رقم الواتس اللي انا حاطه، بكشف لك فيها كل شيء ونقول ايه هي النقاط الهامه اللي ناخد بالنا منها والتحذيرات المهمه. نبدا باول تحذير، النقد الهدام. النقد الهدام يعني هتلاقي حد ومن المقربين، تاني هتلاقي من المقربين نقد كبير جدا هيزداد معك بسبب طبعا بسبب ظهورك، بسبب انك ستكون في طاقة افضل، بسبب انتقال الشمس لبرجك يجعلك نوعا ما صاحب قرار مضاد. يعني هيبقى عندك قرار دايما مضاد للي حولك، مضاد للشخصيات اللي معاك، مضاد لافكارهم. فالكثيرين ممن يتعاملون مع برج الميزان دائما يريدون السيطرة على مشاعرك، على طريقك، على كل شيء. علشان كده خلال الفترة احذر من النقد الهدام. النقد يعني الناس اللي بتنقدك عمال على بطال علشان اهداف في دماغهم، الناس اللي بتطلع العيب فيك وانت مش في دماغك، انت عايز امر ما يسعد مش يهدم، والناس هي اللي بتحاول تهدم. كل شيء من هذا القبيل والامور الهام اللي انتوا عارفينها. طيب اذا اول نقطه معانا هي النقد الهدام، علشان انت هتبقى باصص لقدام، وخدوا بالكم من ده علشان ما يحصلش مشاكل. النقد الهدام صعب هتلاقوه خلال الفتره. تاني نقطه التردد. النقد الهدام ده بيؤدي للتردد حتى لو من غير نقد. انت هيكون عندك حته التردد. ليه التردد ده؟ خلال الفتره بانتقال الشمس الى برجك بدايه مرحله بتطل عليها او بيطل عليها ضوء الشمس في شخصيتك. وبرج الميزان من الابراج اللي بتتمسك باللي هي فيه، بوضعك. طيب في فرص جديده عند الكثيرين هتبدا، في طرق جديدة، في مشاريع جديدة، في علاقات جديدة هتبدأ عند الكثيرين آخر 10 أيام. طيب التردد ده هيجي إزاي؟ لأن أنت زي ما قلت كده بتتمسك بالقديم حتى لو كان جاي عليك. أنت من نوعية الأبراج دي، عندك حتة الأصول دي. الجديد الذي من الممكن أن يطرأ ويناسبك، من الممكن أن تتردد في اتخاذ القرار إنك تبدأ فيه، سواء كان عمل، سواء كان علاقة، سواء كان أي شيء جديد من الممكن أن يساعدك أو يعبر بك من محنة ما. علشان كده حتة التردد دي احذروا منها، لا تترددوا. فالفترة ستكون فيها البدايات المناسبة على الأغلب. ما بقولش تسرعوا، لكن في فرص هتتاح، هتبقى العين عليك. هيبقى في فترة انت من جواك حاسس انك عايز تتغير، عايز جديد، عايز تعمل حاجة جديدة وتغير الروتين اللي انت فيه الصعب، اللي مش ظاهر مواهبك، اللي مش ظاهر شخصيتك، وهكذا. اذا النقطة الثانية هي التردد. احذروا من التردد خاصة في الفرص التي من الممكن ان تكون مناسبة. نقطة ثالثة وناخد بالنا منها برضه، هي تتعلق بشخصيتك انت.
انك خلال المرحله تصدق اي حد. تاني، انك خلال الفتره تصدق اي حد. يعني عشان نكون واضحين، موضوع ان انت تصدق اي حد ده وارد جدا، وارد جدا انك ممكن حد يتكلم معاك، ممكن حد يبدا معاك. ليه؟ لانك هتكون لافت للنظر. يعني انت من اكثر الشخصيات هتكون لافته للنظر، خاصه اخر اسبوع من شهر سبتمبر. ف هتلاقي في ناس كتير برضو بدات انها تتكلم معاك او كده. طبعا دي برضو تحطها جنب الى جنب التردد. سواء كان في علاقه، حاول انت تركز يعني ولا تتردد ولا تصدق اي حد. خليك نفسك، خليك نفسك. انا بتكلم من جزئيه الشخصيه عشان اكون واضح وصريح وصريح اكتر. يعني خليك شخصيتك انت، نفسك ثم نفسك. اللي انت شايفه صح تعمله، مش من مجرد حد يقول لك راي تنفذه. مش من مجرد انك عايش في حاجه او في حياه وقدامك مستقبل انت متاكد انه صح تتردد. ما تبقاش. عايزك تبقى حاسم في قرارات اللي تناسبك انت. بص لمصلحتك، بص لمصلحتك. القرار اللي انت شايفه صح اعمله. ده اللي انا عايز اقوله. ما تترددش وما تصدقش اي حد ممكن يقول لك حاجه. خلي قرارك من نفسك، انت نفسك. لا تتمسك بالسيء او بامر ما في حياتك، ولا تستند الى شخص من الممكن ان يكون بيضرك. اعمل غربله وعزله لدماغك وفكرك، وفكر واعقلها وتوكل. سبحان الله، يعني هي اعقلها وتوكل. في ديننا بنقول كده. عشان كده اعقلها وتوكل، ودي المرحله المناسبه. نقطه اخيره من الممكن ان تتعرض لها المساومات. يعني خلال الفتره من الممكن ان يكون لك حق وحد يحاول يساومك او يقلل ما تأخذه من مال، سواء كان في موضوع مال، سواء كان في لك حق حد يساومك علشان ممكن تتنازل عن حقك. تمسك بالحق. اي مساومه بقى، مثلا لو قلت لكم المساومات دي في جميع حياتنا، كل شخص على حسب خط سير حياته. برج الميزان بالملايين، كل شخص بيعيش حياه مختلفه. فالمساومات دي طاقه تكون موجوده، ان حد يقول لك حاجه عشان تتنازل، عشان تسيب حقك في حاجه. عشان كده برضه شخصيتك يجب ان تتحكم. حاجه تانية ترويح. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه واللي داخله على القناه جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما بيظهر لك، دوست عليه بقيت مشترك معانا في القناه. ودي قناتي التانية يا جماعه، عشان الناس تاخد بالها ان انا عندي قناتين. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك. كاتب الرقم على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي برج الميزان جمعنا بركتكم دائما وابدا. سلام عليكم.